السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. الماتش بتاع الأهلي وباتشوكا لسه خلصان. طبعا الحلقة دي صار متأخر جدا، ف غالبا يعني اللي هيبقى بيتفرج على الحلقة دي هيبقى بيتفرج عليها تاني يوم بعد مباراة الأهلي وباتشوكا. طيب، أول حاجة انتوا ليه بتفكرونا إن عمر كمال اللي ضيع ضربة الجزاء بتاعت ماتش الإنتر كونتيننتال؟ ليه كده؟ طيب بصوا يا جماعة، خلينا في الأول كده، ده كده كده مباراة ودية. تمام. المدرب بيجرب تكتيكات، بيجرب لعيبة، بيجرب أماكن، بيجرب فنيات، فما فيش أي مشكلة خالص، تكسب تخسر في الآخر زي ما بقول لك، ماتش ودي ما فيهاش مشكلة. بس في نقط ما ينفعش ما نتكلمش عليها بصراحة، يعني بعيدا عن إن في لعيبة في جاهزية تامة يعني أنت مثلا هتستغرب النهاردة إن أحمد سيد زيزو بالجاهزية دي. للأمانة هو قالها مع إبراهيم فايق، وقال لي انتوا هتتفاجئوا او مش هتصدقوا ان انا واحد قاعد بقاله شهر ونص ما بلعبش. مش عارف قالها مع ابراهيم فايق، انا اسف، ولا قالها في اللقاء اللي كان هناك، يعني بعد ما سافر والتحق ببعثة النادي الاهلي. عشان بس مش متاكد، مش متاكد بالظبط كانت اتقال التصريح ده فين. بس هو للامانه الراجل جاهز جدا يعني، والبدني عنده كويس جدا. حس المباريات عنده ما راحش ولا حاجه الفتره اللي هو قاعد فيها. فشابوه بصراحه احمد سيد زيزو يعني. تريزيجيه وعودة تريزيجيه وأهميته في الملعب طبعا، يعني زي ما كنت قبل كده مفيش اتنين يختلفوا على تريزيجيه. معلش أنا كل شوية ببص عشان بتابع المجريات اللي هي بعد المباراة يعني. فتريزيجيه مفيش اتنين يختلفوا عليه. نزل النهاردة عمل شكل حلو في الملعب يعني. هنيجي بقى الشوط الأول يا جماعة، للأمانة يعني كان في تساؤلات كتير عندي. في لعيبة مبدئيا أنت خارج من موسم ما كانش مضغوط، فمفيش أي مبررات لان اللعيبه تبقى مضغوطه، او ان البدني عندهم مش عالي، او الجاهزيه عندهم مش في احسن حال. أه... تقول لي بس الناس الجديده اللي اتضمت والكلام ده، يعني انت المفروض في المباراه الاولى، او يعني الشوط الاول قصدي، انت ما كانش فيه يعني لعيبه كتير مختلفه عن يعني تشكيله النادي الاهلي. حاولت، او يعني المدرب حاول يلعب بفكر الضغط العالي اللي هو عمله. بس بصوا يا جماعه، يعني للامانه عشان برضه ده سلاح ذو حدين. انا ما بتكلمش هنا ان المدرب ده بيلعب بنفس طريقه لعب ريال مدريد، تمام، بس انت لما هتيجي تختار طريقه لعب انت لازم تبقى متاكد انك عندك لعيبه بتجيد طريقه اللعب دي. لان ده مش وقت بنجرب فيه طرق لعب انا ممكن ما ابقاش مستعد لها. انا هنا مش بهاجم والله، بس انا بتكلم معاكم في بعض المخاوف اللي عندي بعد مباراه النهارده يعني. فانت لعبت ضغط عالي، بس انت في لعيبه عندك ما بتعرفش تتصرف تحت الضغط العالي، لما كمان هي بتضغط عليها، فما بالك ان انت عايز انت تلعب بضغط عالي اساسا، وعايز لعيبه بتخش بمهارات وبتعدي من واحد واثنين وثلاثه. بصراحه اللي عملها النهارده وشفته عملها بطريقه كويسه قوي بن رمضان. لعيب بيعرف يتصرف تحت ضغط، بيعرف يطلع بالكره من تحت ضغط. قفشه، مع ان عندي عليه شويه تحفظات، بس قفشه بيبقى عنده حسنه مهاريه كده، وعمل كذا كوره النهارده يبقى واقف وسط ثلاثه تك 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 معديها اللعيب تاني. بس عندي مشكله قفشه في التمركز، يعني اللي برضه اللي اتفرج على الماتش، ديانج كذا مره قال لقفشه يعني انت عندي اتحرك لمكانك المفروض، ودي يعني حصلت كذا مره، واللي اتفرج على المباراه فاهم انا بتكلم في ايه. حراسه المرمى عندنا في امان بصراحه، يعني الشناوي و... وشوبير الاثنين انا من وجهه نظري الاثنين عندهم جاهزيه كويسه. الشناوي النهارده عمل تصديات حلوه في كذا كوره، شوبير برضو عمل تصديات حلوه في كذا كوره. في ضربات الجزاء شوبير برضو حاول، يعني هو توقع الاماكن صح مغالب الوقت يعني، ما وفقش ان هو يخرج الثلاث مرات بصراحه اللي اتجه فيهم للمكان المناسب، يعني اللي هو كان المفروض يتحرك فيه. فما بتقدرش طبعا تلوم ولا الشناوي ولا شوبير، كده كده ده ماتش ودي زي ما قلنا، بس يعني كويس ان هم في جاهزيه عاليه هم الاثنين، دي حاجه يعني تسعدك جدا. بس بقى تعالى نتكلم على كوره الهدف الاول اللي جه فينا. خصوصا متفقين ان احنا بنشرف مصر، والاول او اول فريق مصري يلتحق باول نسخه من كاس العالم للانديه، بل هيلعب المباراه الافتتاحيه. طيب انا ليه بقى ايه علاقه ده وانا بجيب سيره المباراه ليه بالجون اللي جه؟ عشان انت هتقابل فريق انتر ميامي في لعيب اسمه ليونيل ميسي. تقول لي بقى ميسي كبير ميسي صغير؟ يا جماعه ميسي هو واقف ماشي بيعمل كور تضرب لك ادخن دفاع في العالم، وهو واقف وهو ما بيتحركش. كره الهدف النهارده اتلعبت من كوره ثرو كده خداعه، اتثبت فيها اربع لعيبه، فجاه لقى المهاجم بتاع باتشوكا لقى نفسه هو والشناوي منفردين. انت واقف اتنين لعيبه من باتشوكا، وانت واقف خمسه بيتفرجوا،
ودي تك تك كره اتلعبت خلاص بقت هدف. فاحنا دي حاجات لازم ناخد بالنا منها. طيب التساؤل التاني اللي عندي، احنا ليه اللعيبه معظمها بيجري بالكوره وبتسبق رجله قوي وما بيقدرش يسيطر عليها فبتتقطع على طول؟ كذا مره تحصل ان لعيب ياخد الكوره عايز يبدا بيها هجمه، يقوم تك مديها واحده ويطلع يجري وراها ما يلحقهاش، لعيبه باتشوكا هي اللي تلحقها. وده حصل كتير قوي في ماتش النهارده. مش بس كده، كمان في الباسنج العادي، في الباسنج في العادي من حتى وانت تحت، تمام، وانت حتى بتحضر من عندك انت، انا ليه لعيبتي دايما واقفه في ظهر المهاجم وعايزه تستلم، او في ظهر اللعيب يعني التاني وعايزه تستلم؟ كذا كوره النهارده برضه يا جماعه، اللعيب بتاعي اللعيب اللي معاه كوره من عندي يباص الكوره لزميله، زميله يبقى في ظهر اللعيب بتاع باتشوكا، لعيب باتشوكا هو اللي واقف قدامه، فبالتالي طبعا بتتقطع. ده غير ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الاستلام تحت ضغط، ودي اتكلمت عليها من ايام مباراه سان داونز، ان احنا الكوره احنا مش عارفين نستلم تحت ضغط. انا لو في ظهري لعيب ما بعرفش استلم، وبستلم بقوم خبطه في وش رجلي طالعه لبره كده خلاص ضاعت، لكن ما بعرفش استلم تحت ضغط. ودي ده عيب مش صغير بصراحه، خصوصا ان انت عايز تلعب بطريقه. وده المدرب الجديد لما في تصريحاته يعني قال لك ان انا بحب العب بضغط عالي وبحب العب يعني بسيل من الهجمات قدامه، ودايما بحب العب في نص ملعب الخصم. فانت ده معناه ان انت هتبقى يعني انت ضاغط الخصم، فهو بيحاول يفتك الكوره وبيحاول يخرج هو بالكوره و فانت لازم تبقى حريص، انت كل لمسه ولعبه لازم تتعمل بدقه. ما ينفعش ابقى مش عارف استلم، مش عارف ان انا ابقى تحت ضغط، او في العادي ما ينفعش الاثنين. ما ينفعش ان انا مش عارف اسلم لعيب بالكره في رجله، وما ينفعش ابدا اعتمد تاني، ودي شفناها كتير برضو في الماتش، على ان انا افضل العب الكور اللي قدام وزي ما تيجي. على عكس باتشوكا مثلا، باتشوكا عملوا كذا كوره عرضيه او طوليه يعني بمعنى اصح، وكانت بتروح حتى تجاه اللعيب، حتى لو ما خدهاش والدفاع عندنا افتكاها، بس بتروح حتى تجاه اللعيب. لكن احنا عملنا كذا كوره النهارده، دي لمين؟ دي راحت لمين؟ تاني انا ما بهاجمش، بس بما ان انت ده مباراه وديه فاحنا لازم نتناقش مع بعض. انا مش بقول يعني ان هم هياخدوا بكلامي ده ويصلحوا ولا ما يصلحوش، بس انا بتكلم معاك انتوا في الكلام ده، وليك حق انك تقول لي لو انت شايف وجهه نظرك يعني. بس انا بكلمك عن وجهه نظري، ان صعب ده الاداء حتى لو في مباراه وديه، لان انت لو بصيت لها من ناحيه تانيه، طب ما باتشوكا ده مباراه وديه بس كان بيلعب، مش هقول لك يعني بيموت نفسه، بس كان في سنه حميه كده كانت محتاجه تبقى موجوده عندك النهارده، خصوصا ان هي حاجه كويسه يعني، كانت هتديك مش هقول لك راحه نفسيه بس دفعه نفسيه كويسه. وانا بصراحه مش مقتنع باي حاجه بقى، لا ضغط ولا اصل اجواء ولا بيتعودوا ولا مش بيتعودوا. ما بصوا يا جماعه، عشان بس متفقين على حاجه، وده في العالم كله، تمام. فكره اللعيب المحترف ان انت بتدفع فيه فلوس كتير، ان انت ما بتجيبوش عشان تبدا تبنيه وتهيئه ان هو يلعب بقى في اجواء عامله ازاي، وان هتلعب في ملاعب مختلفه باجواء مختلفه في بطولات مختلفه، ولازم تتعود بسرعه على الفريق. ولا تقول لي ماشي ده اول مباراه من ناس لسه راجعه وناس لسه جايه فده عادي، بس طب ما زيزو يا جماعه، زيزو مثال يعني. دايما لما هتفكر في القصه دي فكر في زيزو. انت يعني اللعيبه اللي المفروض اللي انت جايبها او اللي كانت موجوده او اللي رجعوا لك من المفروض ما يقلوش خبره عن زيزو. فانت المفروض النهارده كان يبقى في تجانس اكتر من كده، لان النهارده كان في مس لينك بين لعيبه كتيره قوي في الملعب، وده كان واضح وما كانش مبرر خالص بقى باي حال من الاحوال. ده مش مبرر خالص يا جماعه، لان زي ما بقول لكم دي لعيبه محترفه، المفروض انت جاي بتعتمد عليه. احنا رايحين بطوله بكره، انت مستعد، انت جاي معايا، ما فيهاش بقى اي حاجه. طبعا غياب وسام ابو علي واضح جدا، جراديشور سترايكر حلو اتكلمنا عليه كتير، بس بصراحه يعني مش بيستغل الفرص زي وسام ابو علي. جراديشور حلو قوي ان هو يلعب تحت المهاجم، واحنا ومش انا بس اللي كنت في الكلام ده يعني، في ناس كتير قوي اتكلمت اللي بتفهم بقى في القصه الفنيه. انا زي ما قلت قبل كده انا اصلا ما بحبش اتكلم فني، بس انا النهارده بقيم لك الملعب بشكل عام، مش بحكي لك بقى فنيا ومين يلعب ازاي ويروح فين ومين المفروض يباص لمين ومين ينزل له ومين ما ينزلوش والكلام ده. بس انا بشايف جراديشور بيعمل خطوره حلوه قوي تحت المهاجم، بس مش مهاجم صريح. ده وجهه نظري انا الشخصيه، ممكن ابقى غلطان بس ده وجهه نظري الشخصيه، تمام. حاجه برضو تانية بما ان احنا لسه ذاكرها في الكلام وانا بتكلم دلوقتي، ظهور اللاعبين لبعض. يعني انا مش طبيعي ان انا ابقى بسلم كوره لزميلي وبعدين بختفي ومفيش حد بيقابل. طيب ما هو انا هعمل بيها ايه؟ فبتضطر تلجأ للكور الطويله او الكور الطوليه او الكور العرضيه اللي مش متقنه، لان هي مش ملعوبه كده. هي كانت ملعوبه ان هي المفروض خد وهات، وحتى لو انا هسلم وامشي عشان ده واحد تاني يجي يستلم فالمفروض بقى حد يتحرك. لكن في كذا كوره برضو النهارده اللعيب سلم ومشي، واللعيب بدا فضل واقف كده، والدفاع بتاع باتشوكا دخل عليه وهو مش عارف يعمل ايه.
فده بشكل عام كده يا جماعه النهارده. طبعا زي ما قلت لكم مباراه وديه، لا نقدر نحكم على المدرب ولا على اللاعبين. اتمنى ان دي كانت يعني ان هو المدرب ما كانش عايز يبقى فيه ضغوطات قوي. كان بيقول لهم العبوا براحتكم، يعني مشوا كوره الدنيا تبقى تمام، احنا بس بناخد ايه نفسنا يعني كده. ماشي، ممكن انا اتفهم ده جدا لو ده كان طلب المدرب، ان هو يا جماعه ده ماتش ودي، مش عايزين بقى اصابات، مش عايزين حرقه، مش عايزين اجهاد، مش عايزين اي حاجه، احنا بس ايه بنشوف تكتيكيا كده الدنيا تمشي ازاي مع بعضين. فتمام لو كده زي الفل، انت اديت الغرض النهارده. بس انا كان شايف ان ينفع يبقى في استغلال احسن من كده شويه، بانك يعني مش بقى تكسب ولا تخسر، انا اصلا مش بتكلم في تكسب ولا تخسر، بس يعني ما تبقاش اكنها حصه تدريبيه قوي كده. ما هو لو كده كنت عملت بقى فرقتين من النادي نفسه ولعبت انت مع بعض، يعني لعبتوا بقى مع بعض وخلصنا على كده. فان شاء الله خير. آه، يعني كده كده احنا بنتمنى الخير للنادي الاهلي. ماتش النهارده زي ما قلت مش مقياس لاي حاجه، بس ادينا اتفرجنا واستمتعنا، ويعني ما اجمل الايام اللي بنتفرج فيها على ماتشات الاهلي ايا كانت يعني النتائج، واحنا كده كده بنحب الاهلي وده معروف يعني. بس شكرا جدا ليكم، نتقابل طبعا. اكيد هيبقى في حلقات قبل ماتش انتر ميامي، لان لسه اسبوع على ماتش انتر ميامي لان هو مش غلطان. فنتقابل ان شاء الله في الحلقه الجايه، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.